يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناة تاعكم. الجزء الأول تاع سلسلة الأمثال الشعبية عجبكم بزاف، ولي كومونتير تاعكم فرحوني وقريتهم كاملين، يعطيكم الصحة. كما وعدتكم هانا رجعنا بالجزء الثاني وبأمثال أقوى، أمثال اللي تسمعوهم كل يوم في الزنقاء، في الدار وفي القهوة. الأمثال هادو ماشي غير هضرة تاع بكري، هادو هما الكود سورس تاع الشخصية الجزائرية، حكمة تاع قرون مضغوطة في جملة واحدة. اليوم غادي نغوصوا في 5 أمثال جديدة، غادي نفسروهم كلمة بكلمة ونشوفوا كيفاش نجموا نطبقوهم في حياتنا تاع دروك. هيا وجد لي راسك وتركيزك، وهيا بينا نرجعوا لكلام جدود. نبدأ بالمثل الأول، وهذا وصية ماشي غير مثل. يقول لك اخدم يا صغري على كبري. ها يا خويا، شحال من واحد يسمعوا ويحسبوا غير على الدراهم والخدمة، بصح هو أعمق بزاف. اخدم هنا ماشي غير في البيرو ولا في الشونتي، اخدم على صحتك كي تكون صغير، به كي تكبر تلقاها. دير سبور وكل مليح. اخدم على عقلك ومعارفك، اقرأ، تعلم صنعة، تعلم لغة جديدة. هذا هو الاستثمار اللي ما عندوش تمن. اخدم على علاقاتك، كون صحبة نقية وتهلا في والديك وخلي سيرتك زينة مع الناس. الملخص، الشباب هو الوقت اللي تغرس فيه الشجرة اللي غادي تريح تحتها في كبرك. كل نقطة عرق وكل ساعة تعب تاع دروك هي نهار تاع راحة في المستقبل. هذا المثل هو العدو الأول تاع من بعد ندير ومازال كاين الوقت. دروك نجيو المثل سبيسيال للمثل الثاني. هذا سكانير يكشف لك الناس اللي تدير من الحبة قبة. يقول لك المندبة كبيرة والميت فار. ياي الغوات والبكا والنديب والنحيب، تقول الدنيا قريب تخلى. بصح كي تجي تشوف شكون هو الميت اللي راهم يبكوا عليه، تلقاه مجرد فار صغير ما يسوى والو. هذا المثل ينطبق على المواقف اللي يكون فيها التهويل والدراما كتر من قيمة المشكل الحقيقي. كيما واحد في الخدمة يدير لك حالة على ستيلو تاعو اللي ضاعلو، يزعف ويعيط تقول سرقولو الشركة. ولا في السوشيال ميديا تلقى حرب دايرينها على موضوع تافه، تعاليق ومعايرة، وفي التالي هو مجرد سوء فهم بسيط. كي تسمع المندبة كبيرة، قبل ما تدخل في وسطهم وتعيي روحك سقسي قبل شكون هو الميت. بزاف خطرات غادي تكتشف باللي ما يستاهلش حتى تضيع عليه دقيقة من وقتك. هذا مثل تاع الذكاء الاجتماعي بامتياز. وصلنا للمثل الثالث اللي فيه شوية حزن، بصح فيه حكمة تاع الدنيا. يقول لك اللي فات وقته ما يطمع في وقت الناس. هذا عنده زوج تاع المعاني، وكل واحد فيهم أعمق من الآخر. المعنى الأول هو على الفرص الضايعة. إذا أنت في شبابك كنت راقد وتفنين وضيعت وقتك وفرصك، ما عندكش الحق كي تكبر تحسد ولا تطمع في نجاح واحد آخر تعب وخدم في وقته. وقتك فات والقطار فاتك، لوم روحك ماشي الناس. والمعنى الثاني هو على الأجيال. كل جيل عنده وقته، عقليته وطريقته. ما يليقش بواحد كبير في العمر يحاول يعيش حياة تاع واحد صغير، ولا يفرض عقليته تاع بكري على جيل جديد. وقته فات. هذا مثل يعلمنا نقبلوا سنة الحياة، ونقبلوا باللي كل مرحلة في العمر عندها جمالها وواجباتها. يعلمك تغتنم وقتك كي يكون بين يديك، وكي يفوت يعلمك تحترم وقت الآخرين. نزيدوا المثل الرابع، وهو مثل ثقيل، مثل تاع الناس اللي شافوا الدنيا وعاشوا. مثل يعلمك شكون هو الصح وشكون هو الديكور. يقول لك ما يبقى في الواد غير حجاره. شوف الصورة هذه شعل شابة ومعبرة. تخيل الواد كي يكون معمر بالماء قاوي ويجرف معاه كل شيء. يجرف معاه قراب، أوراق الشجر، الأغصان المكسرة، كل الصوالح الخفاف اللي على السطح. بصح كي يروح الماء، كي تجي الشدة وينشف الواد، شكون اللي يبقى شاد في بلاصتو؟ الحجر. هكاك الناس في حياتك. الدنيا
هي الواد. كي تكون الدنيا زاهية والمال كاين والصحة باينة، الواد يكون معمر. تلقى بزاف ناس دايرين بيك، كيما الأوراق والأغصان، صحاب المصلحة، صحاب التيكي اللي معاك، غير كي تكون الأمور سهلة. بصح غير تجي أول شدة، أول أزمة، أول مشكل، الواد ينشف وهما يروحوا معاه. شكون اللي يبقى؟ يبقى غير الحجر، يبقى ولد الأصل، يبقى صاحب النية، يبقى الإنسان اللي معدنه ثمين وما يبدلو لا زمان لا ظروف. هذا المثل يعلمك تفرق بين اللي معاك على جان الماء وبين اللي هو أساس الواد، اللي هو حجاره. نختموها بمثل خامس في شوية تاع حكمة عظيمة، الدستور تاع الهضرة. يقولك لسانك صوانك، إذا صنت صانك، وإذا خنت خانك. صوانك جاية من الصون، يعني حماية والحصن. لسانك هو الحصن تاعك. المعنى واضح وقوي. الكلمة اللي تخرج من فمك قادرة تبني لك قصر وقادرة تحفر لك قبر. كي تصونوا يعني كي تخمم قبل ما تهدر، كي تستعمل كلمات طيبة، كي توزن هدرتك، لسانك يصونك، يجيب لك الاحترام، يفتح لك البيبان، يحلل لك المشاكل ويخلي الناس تثق فيك. بالصح كي تخونوا يعني كي تطلق لسانك بلا حساب، كي تجرح الناس، كي تكذب، كي تفشي سر، هنا لسانك يخونك. هو نفسه اللي دخلك في مشاكل ما عندهاش حدود، يخسرك أحب الناس ليك ويهدم السمعة اللي بنيتها في سنين. قبل ما تخرج الكلمة هي عبد عندك، كي تخرجها أنت تولي عبد عندها. هذا المثل ماشي غير نصيحة، هذا تدريب يومي على التحكم في النفس والذكاء العاطفي. وهادو هما الخمس امثال تاعنا تاع اليوم. شفنا فيهم الحكمة تاع الخدمة، تاع المحبة، تاع الذكاء الاجتماعي، تاع قوة الكلمة، وتاع قيمة الوقت. هاد الامثال تثبتلنا باللي جدودنا خلونا كنز، خلونا بوصلة تمشينا في أي زمان وأي مكان. ومازال كاين أمثال واحد أخرين بزاف، كل واحد فيهم حكاية ودرس. إذا عجبكم الفيديو واستفاديتوا فرحوني بداك اللايك كيما نتوما. والسؤال تاع اليوم، ما هو المثل اللي تستعملوه نتوما بزاف في هضرتكم؟ وقولوا لي إذا راكم باغين جزء ثالث. اكتبوا لي كل شيء في لي كومونتير، راني نقرا تعليقاتكم. وما تنساوش ديروا اشتراك سبسكرايب باش تكونوا معنا ديما. تهلاو في روحكم. سلام.